اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يبلغنا رمضان جميعا. النهاردة الموضوع بتاعنا يا جماعة موضوع مهم جدا، وعايزاكم تركزوا معايا فيه. الموضوع ده يخص الزوج والزوجة. بصوا يا جماعة، كل واحد عايش مع مراته مش راضي بيها. كل واحد عايش مع مراته شايفها ناقصة حاجة، شايفها لا، انا لو كان معايا زوجة تانية كنت ممكن اقدر اعيش احسن من كده. وهي كذلك شايفة ان جوزها مش مالي عينها. لا، انا حاسة ان انا مش مكاني ده. انا حاسة ان انا لو مع راجل تاني هعيش احسن من كده. كل واحد كل يوم بيسأل نفسه: انا ليه عايشه كده؟ ده مش حاسس بيا، ده مش حاسس بقيمتي، ده مش مقدرني، ده شايفني كده مهمشه، انا كاني مش موجوده في حياته. مع اني بقى انا لو مع زوج تاني هيهتم بيا وهيعرف قيمتي، انا قيمتي اكتر واحسن من كده بكتير. وهو بيقول لنفسه كل يوم نفس الحكايه. الزوجين دول يا جماعه بنسميهم زوجين متنمرضين على بعض، متنمرضين على العيشه. ولا هي عجباها العيشة معاه، ولا هو عجبه العيشة معاها. فده انا بسميه تمرد. ليه؟ لان انتي يعني شايفة اني لو انا مثلا متجوزة جوز صاحبتي ده، وات ايفر مثلا اي حد، لو انا متجوزة جوز صاحبتي ده هيعرف بقيمتي قوي. ده انا هخليه مش محتاج حاجة. ده هو معايش صاحبتي عيشة هي مش حاسة بيها. اه، لو كان جوزها ده معايا وبيديني الفلوس اللي بيديها لها ديت، ده انا كنت بص خليته مش محتاج حاجة. ده انا كنت سويت الهوائل، ده انا كنت عملت، ده انا كنت سويت. وممكن اساسا هو ولا يقدر جوز صاحبتك دوت يستحملك يوم، ولا انت تقدري تستحمليه اساسا يومين. وكذلك الراجل نفس الحكاية. يقول لك دي مراتي عليها حتة صاحبة، اه لو كانت ديت اللي تبقى من نصيبي وديت كانت تبقى مراتي، يا ده انا كنت هعيش سلطان زماني، ده انا كنت هعيش السيد. ونفس الحكاية الزوجة ديت او صاحبة مراته ديت ما تقدرش تستحمله ساعتين على بعض، وهو ما يقدرش يستحمل طبعها يومين تلاتة. بس هو البني ادم يا جماعة دايما كده، مش عاجبه حاجة. الحاجة تبقى قدام عينيه نضيفة وحلوة وزي الفل، ومراته ديت أحسن من اللي ما يعرفهاش، وهي كذلك. بس هو شايف إن هو دايما ناقصه حاجة، إن هو دايما لو شاف نفسه بره هيعيش عيشة أحسن من كده. والله العظيم كل دوت تخيلات شيطانية. صدقوني زي ما بحكي لكم كده. لأني زوجك يعني على الأقل انت عارفاه أحسن من غيره. عرفتي طبعه، وعرفتي تعملي ايه عشان ترضيه، وعرفتي هو بيحب ايه وبيكره ايه، وعرفتي شخصيته، وعرفتي تتعاملي معاه. اي واحدة تانية بتبص الراجل غير جوزها، دي اول حاجة. اول حاجة دي قلة تربية. انت كده مش متربية. ليه؟ لان المفروض اللي انت بتتقي الله في جوزك في غيابه قبل وجوده. وبحط 100 خط على في غيابه ديت، لان كل زوجة ما بتتقيش ربنا في جوزها وبتقول مفيش حاجة لما ارد على المسج ديت عادي، مفيش حاجة لما حد يتصل وارغي معاه شوية مفيش مشكلة، ما هو جوزي مش موجود. لا، ربنا شايفك. ودي بترجع لتربية الزوجة، وبترجع لأصلها، بترجع إن هي بتصون جوزها في غيابه قبل وجوده. فدي حاجة مهمة جدا جدا، فلازم ناخد بالنا منها. والزوج كذلك. يعني الزوج ساعات يجي يقولك ايه: اما ابعت كده لحد كده، الست دي نفسي اكلمها من زمان، اهي فرصة مراتي مش هنا، لما ابعت كده اشوف ميتها ايه، هترد عليا ولا مش هترد، ولو ردت عليا ابقى اكلمها اي وقت مراتي مش موجودة فيه. ويخش ويكلمها ويفتكر كده اللي هو مش عامل اي حاجة غلط، انا ولا خنتها ولا دخلت في علاقة ولا عملت حاجة. ما تتقوا الله يا جماعة. ما كل واحدة تتقي الله في جوزها، وكل واحد يتقي الله في مراته، وبطلوا دلع بقى. اه والله العظيم ده انا بسميه دلع. لان النمرضة دي والله العظيم مش هينوبك منها غير سيبان بيتك او خراب بيتك. وبقول للراجل هو كمان: لما تتقي الله في مراتك
وتعيش يعني بتكرمها، وشايف ان هي مش مخلياك ناقصك حاجة، وان انت عندك كل طلباتك، يبقى لي فرغة العين. يعني بشوف والله العظيم يا جماعة رجالة مراتاتهم زي القمر، وبرضك عندهم حس كده ان هم يخشوا يشوفوا الست دي ايه ميتها. طب انت هتستفاد ايه؟ طب ما انت معاك ست وبتتقل ليه فيك، مش هتستفاد حاجة. لما تخش تكلم واحدة او انت ماشي في الشارع عجبتك واحدة وعايز تفضل ماشي وراها لغاية ما تكلمها، والله العظيم يا جماعة بشوف ناس، مشكلة اللي انا اعرف مراتاتهم وحياة ربنا بيمشوا ورا الستات في الشارع. يعني انا مش متخيلة ده. دي مراته ما شاء الله، هو ايه اللي هو بيعمله ده؟ ده اكيد مش طبيعي. فبجد ليه كده؟ يعني انتوا معاكوا ستات زي الفل، وصاينين بيتك وصاينين عرضك وصاينين كل حاجة فيك وبيتقوا اللي فيك، ليه بتعمل كده؟ بقى مش عارفة دي بشوفها ايه بصراحة. ففي نهاية الفيديو دوت انا قصدي اقول كل واحدة ترضى بجوزها، وكل واحد يرضى بمراته. والله العظيم مراتك احسن من الست اللي انت بتبص لها ديت. على الاقل انت عارف كل حاجة عنها وعارف تفاصيلها وعارف انت بترجيها بايه وبتيجي بايه، غير اي واحدة تانية انت مش عارف هي ديت هترضى تمشي على قد امكانياتي ديت، ولا دي طالعة في العالي، ولا انا هعرف اتعامل معاها ولا مش هعرف اتعامل معاها، لمجرد بس اللي انت عاجبك شكل الغلاف من بره، ما دخلتش وشفت القصة من جوه. عارفين بقى في رجالة ما بتهداش كده غير لما تخوض التجربة ويطلع عينيها في التجربة ديت، وتطلع تجربة سيئة جدا وفاشلة، ويرجعوا يقولوا حق برقبتي، ده انا ام العيال عندي بالدنيا. والله العظيم. فما تاخدش الحاجة من بره كده، بتبقى ساعات التفاحية كده ايه مرسومة وشكلها جميل قوي، تيجي تفتحها من جوه تلاقيها بايظة. فما تاخدوش بالمظاهر. احب مراتك، ويعني حاول تعدل ما فيها الحاجات اللي انت